اللي انا مستغرب منه هو انه مرتو خرجات وكتبات هاد الهضره اللي قال هو. ورقه دات لي كلشي، ورقه كتبها دات لي كلشي. شباه مؤثرين اللي كنا حنا محتاجين ليهم باش يهضروا على يعني المعاناه ديال الشعب، الصحه، التعليم. هو واحد ما هضر باش يصمك، فهمتيني؟ واش اخوتي وخواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. معكم رضا واليوم جبت لكم فيديو جديد. اليوم اخوان غادي نهضروا على بزاف ديال المواضيع، منها الموضوع اللي دايركم دابا حاليا في السوشيال ميديا. كتدخل تيك توك، انستغرام، يوتيوب، فيسبوك، اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، كتلقى هاد خونا هذا اللي مشات ليه 900 مليون واللي تثبات فيها امراه ودات ليه 900 مليون. غادي نعرفوا القصه ديالو. ثاني حاجه، ثاني موضوع، شباه المؤثرين اللي فاش كنا حنا محتاجين ليهم ما هضروش، ما عطاوش الراي ديالهم، ما هضروش على المظاهرات، ودابا عاد طفات عليهم الشمعه وداروا واحد الجروب بيناتهم في تايلاند وبداو كيصوروا الفيديوهات ديال الرفاهيه ديالهم. غادي نعرفوا بزاف على هذا البلان هذا وغادي نهضروا على هذا الشيء هذا. ف بلا ما نطول لكم الاخوان، تاكد حاجه وحده انك دير لايك، سبسكرايب او تكومونطي باش يتريكوموند الفيديو الناس اكثر. بلا ما نطول عليكم، ليتس جو. من الخوت، اول حاجه غنعرفوا القصه ديال خونا هذا اللي كان مضيف طيران وطرا لي هذا المشكل هذا اللي خسر كل شيء وخسر كل ما كيملك. المهم هذا الفيديو هذا كيقول من موظف مجال الطيران الى متجرد في الشارع، شاب يتهم زوجته بسرقه مبلغ 900 مليون وتخريب حياته. انا بدر عندي 42 عام، اخر خدمه كنت خدام ضابط ديال العمليات الارضيه في الخطوط الملكيه المغربيه. اخر صالير 22,000 درهم، 2 مليون و40 الف ريال. شديت واحد الورد، جوج فيرمات في الصويره، 4 ديال الديور في الصويره، 4 ديال الديور في كازابلانكا. يعني كان خدام خدمه محترمه كيشد فيها 2 مليون ونص تقريبا، عنده ورث مخلينه لوالديه، يعني ما كان خاصو حتى شي خير. القليل من يعرف ذلك، راه كانوا عندي صحابي كاع وعايشين معايا وما كيعرفوش داكشي كامل. كيعرفوني راه الحمد لله عايش ميسور وهذه، ولكن ما كيعرفش شنو هو لو باتريمون. لو باتريمون حتى الاخر عاد شديتو. ولكن خديتي هذا الورث كيفاش مشى لك؟ هذا هو الاسباب اللي كيسولوا الناس. صدقتو على واحد السيده. كيفاش خديتها صدقتي عليها؟ حيت تزوجت بها. هذه المره الثانيه. ولكن كيفاش شدات لك الناس؟ المره الثانيه حيت شحال يعني هذا كان مجوج 2 عيالات، يعني المره الاولى طلقها وتزوج بالمره الثانيه اللي غدير ليه هذه المشكلات. الواحد دابا كيشوف معايا ساره، كيسحب ساره، راه رجعت. لا ساره بنت الناس. ساره هذيك هي الحب وهي العشق وهي الهيام وهي كل شيء وهي اللي عاوناتني. هي باقا كتجي عندي وكتعاونني. نعم. كيفاش مشى لك الورد ديالك؟ شنو هما الاسباب؟ ثقت انايا في واحد هذيك اللي ثقت فيها، درت لها وكاله عامه، بروكوراسيون جينيرال. يعني ورقه دات لي كلشي، ورقه كتبها دات لي كلشي. وهي نقول لكم واحد الحاجه، اول مره غنقولها والله حتى غنقولها، حيت انا ما كنتش باغي نقولها. حتى قال لي واحد السيد واحد اللايف، انا والله ما كنشوف هذوك اللايفات ديالها. عرفتي علاش؟ انا كرهتها اصلا، كرهتها، ما بقيتش باغي نشوفها. ولكن غنقول لكم واحد الحاجه. شنو هي؟ هذيك السيده راه خارجه للطريق، سيروا لاي بار سولوا عليها غتلقاوها فيه، ونوريكم البيران فين كتريح. اذا دابا الفلوس ديالك اللي مشاو لك كيمشي تخسرهم هي في البيران. وبالصحه والراحه، اللهم ضربهم بيا الرانيت. ولكن دابا البلان اللي انا مستغرب منه هو انه مرتو خرجات وكتبات هاد الهضره اللي قال هو. مرتو خرجات وكتبات هاد الهضره وخرجت في شوف تي في وقالت لهم غير كيكذب، راه ما عنده لا 900 مليون لا والو. كانت لابسه لباس عادي، ماشي شي لباس فاخر، لباس ديال اي مرأة مغربيه عادي، وكانت دايره الكمامه. كانت كذب هاد الهضره اللي كيقول، قالت لك راك سكيري، راه كيشرب، راه كيكذب، راه كذا. ما عرفناش شكون الصحيح دابا، ما عندناش واحد الاثبات، ما عندناش واحد الدليل اللي غادي، فهمتي، اللي غادي نتيقوه، فهمتي؟ هذا هو البلان. هذا كيقول الهضره، مرتو كتقول هضره اخر، انا ما عرفناش اللي غنتيقو. بالنسبه لي انا خص دليل اللي كيبين هذا الشيء كامل. كيفاش عايش دابا حاليا؟ الحمد لله، دابا لقيت خوتي المغاربه، لقيت اصدقاء ديالي، كلشي تعاون معايا. اما في الاول كنت مكرفس وكنت صابر. انا كنت كنعس في الجامع، انا كنت ود الحرام ولا خيب ولا ديت ولا كنكذب، راه نبدا عايد ديان نجمع فلوس. انا راه كنت كنعس في الجامع، هما الدراري غيقولوها لكم، مثلا يجي في هذا اللايف يقولوها لكم، انا والله ما عمرني كنت كنقول لهم هما مفرشين، ما كنقولش لهم عطاوني حتى خبزه.
وانا فيا الجوع كاع، ومساكن هما كيجيبوا لي الماكله، كيجيبوا لي حوايج ان شاء الله، وفيا هما اللي عيطوا على الميديا، عارفين هما عارفين السيتياسيون ما عليكش. نعم. وبالنسبه المهم الاخوان اش غنقول لكم، الله يدير اللي شي تاوي ديال الخير. ندوز الاخوان هذا الجروب هذا ديال هاد اشباه المؤثرين، روحوا في فيديوهات وكذا وكذا، راكم فاهمين البلان كيفاش داير. كاين الاخوان البلان اللي مستغرب منه هاد المشاهير هادو، مني كنا حنا ماشي مشاهير، اشباه المؤثرين اللي كنا احنا محتاجين ليهم باش يهضروا على يعني المعاناة ديال الشعب، الصحة، التعليم، يقولوا شي حاجة. واحد ما هضر شي صمك، فهمتيون؟ ايوا اخوان، مني بردات القضية خرجوا لينا بهاد الصفحة هادي في الانستغرام، دوك يلوحوا فيها فيديوهات. تفرجوا في هاد الفيديو بعدا. البلا الغريب ابار هاد الكرينج هذا اللي كنشوفو في هاد الفيديو، هاد القطيع هاد القطيع ما فهمتش انا خوتي، والله ما فهمت. القطيع هذا اللي كيدير القلوبه وكذا، ما استفادت الامه من هاد التخربيق هذا؟ فهمتيهم فريمون؟ شنو باش غتفيدونا نتوما دابا؟ عصام الراقي خلي على الله، اش جاب عصام الراقي للتخربيق هذا؟ بغيت نفهم. جابوا هاد العزية هادي، ماشي عنصرية الدراري، حنا كنقولوها بحال ما عادي بيناتنا، فهمتوني؟ خلى على الله وصافي، زيد عاوتاني. فريمون هادو كامل اللي كتشوفوهم دابا هم كانوا مصمكين في الاول، ما كيهضروا ما والو، فهمتيني؟ ومني جاتهم واحد الفرصه باش يمشيو كم فاهمين الاخوان البلان، يعني المصاري، البينغي، الماني، فهمتوني؟ كيجريو هما بحال المهم راكم فاهمين البلان، هما كيجريو على الفلوس وعلى المال وعلى كدا وعلى الاعلانات وكدا، خافوا من شي حاجه يعني اللي ما كانش فيها الرباح ما عندهم ما يديروا بها هما، فهمتوني؟ يعني بالنسبه للمظاهرات وداكشي ما كيخصهمش، يعني المشاكل اللي كنعيشوها حنا وداكشي كامل ما كيخصهمش، فهمتوني؟ يعني ما يهضروش على الصحه والتعليم ويعطيو الراي ديالهم ويحاولوا شي اضافه في المجتمع، كيعرفوا هذا الشيء هذا يصوروه، فهمتوني؟ الحياه الرفاهيه وشوفونا مصوره مع فيل، ما استفادت الامه من هذه اصلا. كنت مزوجه بواحد خونا هو كيدير الفيديوهات ولكن نسيت على سميتو، ما علينا. ما استفادت الامه من التخربيق هذا، ما استفادت الامه. زعما غتبين لي دريه راكبه على فيل ولكن راس الحربه شكون دابا؟ راس الحربه اللي يجيبهم لتايلاند عطيهم الماني باش يبروموطيو ليه لشي حوايج اخرين، اكيد غتكونوا عرفتوه. حاصل على اكبر جائزه في النصب والاحتيال الالكتروني هو اللي دار عند خوتنا هادو، دار التخربيق هذا باش فهمتي بروموطي شي دوره باش يقيد فيها الناس يتنصب عليهم، فهمتوني؟ هو هذا بولحيان. واش غنقول لكم الاخوان، الله يصوبوا صافي. درت فيديو، درت ريلز في الانستغرام وحضرتكم من المؤثرين ديال والو اللي ما غتستافدوا منهم حتى شي زمره، فهمتوني؟ ما كينوضوا يهضروا، ما كيديروا والو، فهمتي؟ شو على المصالح ديالهم ولا اعلانات وتابعين الفلوس وداك الشيء كامل، فهمتوني؟ الله يصاوبوا صافي الاخوان. المهم الاخوان هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد لوحو في القناه. مطول عليكم، بيس.